تعالى اقول لك اهم 3 تمارين بحب احطهم في البروجرام بتاعي. تمرينة الستاندينج كالف ريزز، وهنا ممكن تلعب برجل واحدة عشان الموضوع يكون أصعب. هتمسك بإيديك الاتنين كمثبتين فقط للجسم عشان ما يقعش، لكن ما تساعدش بيهم إن هم يرفعوا جسمك لفوق. تاني حاجة، لما تطلع اطلع لفوق للآخر لأقصى مرحلة ممكنة، يعني ما تطلعش نص طلعة. وهنا هننزل لتحت خالص زي ما اتفقنا، وكعب الرجل يكون تحت المستوى بتاع الستيب عشان تجيب المدى الحركي الكامل. وأول لما نخلص العدات بتاعتنا يبقى احنا كده ظبطنا عضلة السمانة قوي. تمرينة السيتد روز كلوز جريب، القبضة تكون سابيونيتد، يعني ايديك باصه لبره بالشكل ده، وهنا بتسحب الوزن ناحيه بطنك. مسكه البار بتكون في مستوى كتفك، وطبعا رجليك تبقى عامله زاويه بالشكل ده، وظهرك مفرود وماسك الوزن تتحكم فيه وهو طالع، وما تسيبوش يجري بالجاذبيه وهو نازل. تمرينة الدمبل سكواتس، وهنا عشان تعمل الاداء الحركي المظبوط لازم لما تنزل عند نهايه الحركه ظهرك يكون مفرود زي الالف كده، وفخدة رجلك تكون موازيه للارض، وانت طالع جسمك يكون مفرود وما تقوصش ظهرك. كواليتي الفيديوهات دي هي اللي بتستلمها في برنامج التدريب الاونلاين. كل الفيديوهات بكون مصورها بنفسي وعامل عليها كمان شرح فويس اوفر، فلو حابب تبدا دلوقتي معايا ابعت لي رساله بالتدريب الاونلاين.